بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة 5، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حل تدريبات الدرس الرابع اللي كان بعنوان الحياة الاجتماعية في بلدنا. بعد ما تسمع فيديو الشرح كويس جدا جدا على القناة، افتح فيديو المراجعة ده وردد معاي. وبعد ما تتمكن منه كويس أوي أوي أوي، انزل تحت الفيديو هتلاقيني كالعادة سايب لك رابط أو لينك لنفس الأسئلة. حملها وحلها مع نفسك عشان تتأكد ان انت فهمت الدرس كويس جدا جدا، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، فعل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. اول سؤال معانا النهاردة هو سؤال: اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الخاطئة. 1. صنعت ملابس الملك والأغنياء من الكتان عالي الجودة والحرير. طبعا الإجابة صح. أما ملابس عامة الشعب كانت بتتصنع من الكتان. 2. تعد العطور من أدوات الزينة عند المصريين القدماء. طبعا الإجابة صح. من أدوات الزينة عند المصريين القدماء كانت العطور وكانت الأساور والقلائد. طيب ماشي. 3. بتضم الطبقة الثانية عند المصريين القدماء صغار الحرفيين. طبعا الإجابة غلط. 4. يتشابه دور الأب في مصر القديمة مع دور الأب حاليا. طبعا الإجابة صح. 5. ظهرت رياضة التحطيب في مصر حديثا. طبعا الإجابة غلط. ده رياضة التحطيب دي كانت من أيام المصريين القدماء. 6. لم تشارك المرأة في الحياة السياسية في مصر قديما. طبعا الإجابة غلط. ده المرأة أصبحت قاضية وأصبحت ملكة. طيب 7. اهتم المصريون القدماء بالعزف والغناء كوسيلة للتسلية والترفيه. يعني المصريين القدماء كانوا ساعات بيعزفوا ويغنوا كوسيلة للترفيه عن أنفسهم. طبعا الإجابة صح. السؤال رقم 8. أصحاب الحرف الصغيرة كانت من أعلى الطبقات عند المصريين القدماء. طبعا الإجابة غلط. أعلى طبقة كانت الفرعون أو الملك وأسرته. 9. احتفل المصريون القدماء بعيد الفيضان والحصاد. طبعا الإجابة صح. 10. لبس المصريون القدماء الأساور والقلائد كوسيلة من وسائل الزينة. طبعا الإجابة صح. 11. تولت المرأة المصرية حكم البلاد قديما. طبعا الإجابة صح. 12. تعد العطور من أدوات الزينة عند المصريين القدماء. لسه قايلينها. طبعا الإجابة صح. 13. من الأعياد الاجتماعية عند المصريين القدماء عيد شم النسيم. طبعا الإجابة صح. 14. لبس المصريون القدماء العديد من أدوات الزينة مثل الشعر المستعار. وكنا قلنا في الفيديو بتاع الشعر المستعار يعني الباروكة. الإجابة طبعا صح. 15. احتفل المصريون القدماء بأعياد خاصة بالملك. طبعا الإجابة صح. 16. لم يكن للمرأة المصرية القديمة الحق في الوراثة والبيع والشراء قديما. طبعا الإجابة غلط. ده المرأة كان لها حق الوراثة والبيع والشراء. 17. تولت المرأة قديما وحديثا منصب القاضية. طبعا الإجابة صح. السؤال الثاني: ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، يعني اختر. 1. صنعت ملابس عامة الشعب قديما من الحرير، القطن ولا الكتان؟ الإجابة طبعا الكتان. 2. المسؤول عن رعاية الأسرة في مصر الفرعونية هو الأب، الأم، الأبناء؟ طبعا الإجابة الأب. 3. يأتي على قمة هرم طبقات المجتمع المصري قديما. أعلى حاجة في هرم طبقات المجتمع المصري قديما الملك ولا الوزير ولا كبار الكهنة؟ طبعا الإجابة الملك. 4.
من الأعياد الاقتصادية المرتبطة بالزراعة قديما. أعياد اقتصادية يعني حاجات خاصة بالاقتصاد، سواء كان زراعة أو صناعة أو تجارة أو غيره. شم النسيم، الحصاد ولا ميلاد الملك؟ طبعا الإجابة الحصاد لأنه مرتبط بالزراعة. 5. من الألعاب التي تعتمد على التفكير عند المصريين القدماء. المصارعة، التحطيب، السنت. طبعا الإجابة السنت، ودي لعبة بتشبه لعبة الشطرنج حاليا. 6. انقسم المجتمع المصري إلى كام طبقة؟ 4 ولا 3 ولا 6؟ طبعا الإجابة 4. 7. من الأعياد المصرية القديمة والتي ما زلنا نحتفل بها حتى الآن. شم النسيم، الحصاد ولا ميلاد الملك؟ طبعا الإجابة شم النسيم. 8. عملت المرأة بعدة أعمال قديما غير أعمال البيت، طبعا الزراعة، التجارة، الطب، كل ما سبق. طبعا الإجابة كل ما سبق. 9. حكام الأقاليم من الطبقة نقط من طبقات المجتمع المصري. حكام الأقاليم الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ طبعا الإجابة الثانية. الثانية يا شباب، الثانية. 10. صنعت ملابس الملك والأغنياء من الكتان عالي الجودة والحرير. بعيد وأقول إن حكام الأقاليم من الطبقة الثانية. 11. كانت المدرسة عند المصريين القدماء تعرف ببيت العلم، المال، الحياة، المعرفة. طبعا الإجابة بيت الحياة. 12. من أدوات الزينة عند المصريين القدماء العطور، القلائد، الشعر المستعار ولا كل ما سبق؟ الإجابة طبعا كل ما سبق. السؤال الثالث، أجب عن الأسئلة الآتية. فسر سبب، يعني أذكر سبب استقرار وتقدم المصري القديم. الإجابة بسبب تمسكه بالقيم والسلوكيات الحميدة زي الحب والتعاون والصدق واحترام الآخر وإتقان العمل. هنقول بسبب تمسكه بالقيم والسلوكيات الحميدة مثل الحب والتعاون والصدق واحترام الآخر وإتقان العمل. اذكر سبب أهمية دور المرأة في مصر الفرعونية. هنقول لأنها كانت تقوم برعاية الأبناء، تشرف على أعمال المنزل، تعمل في مجالات متعددة غير المنزل مثل الزراعة والتجارة والطب. اذكر سبب اختلاف الملابس عند المصريين القدماء. ليه الملابس بتاعت المصريين القدماء ما كانتش شكل بعض؟ الإجابة بسبب اختلاف طبقات المجتمع. بسبب اختلاف طبقات المجتمع، فكان الملك والأغنياء يلبسون الملابس المصنوعة من الكتان عالي الجودة والمطرز بالذهب والفضة، والحرير المطرز بالذهب والفضة. وعامة الشعب كانت بتلبس الملابس المصنوعة من الكتان وتميزت بالبساطة. السؤال اللي بعده، اذكر سبب أهمية بيت الحياة عند المصريين القدماء. واتفقنا من شوية إن بيت الحياة هو المدرسة. أهميته هنقول تعليم الأبناء القراءة والكتابة والعلوم المختلفة. تعليم الأبناء القراءة والكتابة والعلوم المختلفة. 5. اذكر نتيجة واحدة ليه. احترام المصري القديم للحياة الأسرية. إيه اللي ترتب على كده؟ هنقول ازدهار وتقدم الحضارة المصرية القديمة. ازدهار وتقدم الحضارة المصرية القديمة. السؤال رقم 6. اذكر نتيجة واحدة ليه. تطبيق العدالة بين أفراد المجتمع المصري القديم. يعني لما المجتمع المصري القديم طبق العدالة بينه وبين بعض، إيه اللي ترتب على كده؟ هنقول أدى ذلك إلى تقدم وازدهار الحضارة المصرية القديمة. تقدم وازدهار الحضارة المصرية القديمة والمجتمع. 7. حدد 3 من القيم والسلوك الحميدة التي تعلمها المصري القديم داخل الأسرة. هنقول الحب، التعاون، الصدق، احترام الآخر وإتقان العمل. حب والتعاون والصدق واحترام الآخر وإتقان العمل. 8. حدد 3 من وسائل التسلية والترفيه عند المصريين القدماء. سهلة دي. هنقول ألعاب التفكير مثل السنت، الألعاب الرياضية زي المصارعة والسباحة والتحطيب.
الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. طب 9، حدد 3 من أدوات الزينة عند المصريين القدماء. هنقول الأساور والقلائد والعطور والشعر المستعار. تاني، الأساور، القلائد، العطور والشعر المستعار. 10، قارن بين المناصب السياسية التي تولتها المرأة قديما وحديثا. أيوة سهل، هنقول قديما أصبحت المرأة ملكة، قاضية، وزيرة، كاتبة، كاهنة. ملكة، قاضية، وزيرة، كاتبة، كاهنة. حديثا بقى أصبحت وزيرة وقاضية وعضو في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وفي الأحزاب السياسية. 11، قارن بين ملابس عامة الشعب والأغنياء عند المصريين القدماء. هنقول عامة الشعب والأغنياء. هنقول الأول الملك والأغنياء كانوا يلبسون الملابس المصنوعة من الكتان عالي الجودة والحرير المطرز بالذهب والفضة، وعامة الشعب كانت ملابسهم مصنوعة من الكتان وتميزت بالبساطة. آخر سؤال معنا النهاردة، اكتب اسم القيمة أو السلوك الحميد بجانب كل صورة. الصورة الأولانية اللي هي دي، القيمة اللي بتعبر عنها هي قيمة، أيوة، قيمة الحب. طب الصورة التانية اللي تحت دي، مجموعة ناس ماسكين إيديهم في إيدين بعض، دي أكيد التعاون. طب الصورة التالتة دي اللي موجود فيها مجموعة ناس عمالين يشتغلوا بإتقان، يبقى إتقان العمل. أكمل الهرم طبقات المجتمع الآتي. رقم 1 ده طبعا مين؟ الملك وأسرته. طيب الطبقة الثانية كانت الوزير وكبار الكهنة وحكام الأقاليم وقادة الجيش والكتب. الطبقة الثالثة كانت صغار الموظفين والتجار وكبار الحرفيين. الطبقة الرابعة والأخيرة كانت المزارعون والرعاة والصيادون وصغار الحرفيون. وبكده يا شباب أكون خلصت المراجعة. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تحملوا الأسئلة وتحلها مع نفسك عشان تتأكد إن أنت فهمت الدرس، وبعد كده تنقل على الدرس اللي بعده. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.